يا صباح الورد والياسمين عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير، امين يا رب العالمين. فيديو النهارده بقى فيديو مختلف، ولا روتين ولا مطبخ ولا حاجه. اتفسحي يا ست الكل، فكي نفسك يا ست الكل، تعالي شوفي الجمال بتاع اسكندريه وحلاوتها. النهارده هنروح، خدت الولاد وقلنا نروح نفطر في مكان كده انا وهما، وفي نفس الوقت بعد كده هنروحوا مكان تاني هيعجبكم جدا 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 جدا. المكان التاني ده انا عاملة عليه 4 فيديوهات، فطبعا مش هنزل لكم ال4 فيديوهات مرة واحدة، هنزل واحدة واحدة يا واش يا واش. رحنا نفطر عند الشبراوي اللي في محطة الرمل، اللي عند جنة اللي هي حديقة الخالدين القديمة. تمام. تمام. دخلت اشوف العروض، طبعا لقيته بيبيع شاورمات وعرض الصحاب، بيقولك في عرض الصحاب ده 2 شاورما فراخ واتنين بطاطس ب 150 جنيه. فحلو جميل، كنت انا والولاد، وفي حواوشي، وفي عرض عنده 10 سندوتشات فول بقى وفلافل وبتنجان وجبنة قديمة وابو دقة وغير ابو دقة. بص، هو مكانه وهو على الترام قدام محل العبد اللي في محطة الرمل. عايزة اقول لكم انا خلصت موضوع الشبراوي ده، وبعد كده رحت العبد عنده الايس كريم اللي هو بالفستق، اللي هم مسمينه الايام ديت البيستاشيو. ايوه ايوه، انتوا تاخدوها، بصوا في قلبي في قلبي في قلبي. ده كوافير علام يا جماعه، اللي مثلت فيه سعاد حسني فيلم، ووالدتها اتوفت في الفيلم في الكوافير ده. فالكوافير ده يعتبر تاريخ. تمام. اسكندريه فيها حاجات جميله جدا جدا جدا. خلصنا فطار، طبعا الفطار جه وانا ما عرفتش اصور لكم، يعني اكلت على طول. خلصنا وجبنا الايس كريم بتاعنا ورحنا على فين؟ المتحف الروماني اليوناني. اولا انا عايزه اقول لكم ان المتحف ده انا كنت بروحه، اخويا هو اللي كان بيوديني فيه بصراحه. يعني يمكن احنا اول ما بدأنا نكبر شوية، واخويا خلاص بقى اشتغل ومش عارف ايه، ومن قبل ما يشتغل والله، حتى وهو يعني هو بيشتغل على طول، يعني هو في الصيف كان ينزل يشتغل ويخلص شغله، ويوم الاجازة تعالى فسحك. بعد كده لما نروحوا المتحف الروماني اليوناني، كان المتحف زمان عبارة عن، يعني تقولوا مثلا مش صالة طبعا، لا، بس اللي هو دور واحد، وبتلفوا شوية كده وخلاص انتهينا، يعني مجرد كام تمثال، حاجات بسيطة كده وخلاص انتهينا. هناك التذكرة للحد الكبير 40 جنيه، الطالب ب20 جنيه، الناس اللي معدية 60 سنة ببلاش. يعني احنا قدامنا كده ايه، حوالي 16 17 سنة ونروحوا ببلاش. ربنا بس يديلنا ايه العمر يا رب. مسموح انك انت تخشي تصوري جوه عادي جدا جدا، مفيش اي مشاكل، بس بلاش فلاش. فطبعا انا كنت ناوية اخش في الخلسة كده واصور ومش عارف ايه، بس هم قالوا لي لا عادي خشي تصوري. طبعا دي اواني مكتوبة، الاواني ديت اواني كده متكسرة. تمام. ده المفروض الاسكندر الاكبر، معمول من الجرانيت الاحمر. طبعا انا كنت بحاول ان انا ايه احط في كل يعني لوحة اصورها بالظبط، عشان على الاقل الناس تبقى عارفة. بس طبعا انتوا مش باين قوي قدامكم هنا هو الدنيا ايه. المفروض ان انا في اوقات، يعني معلش استحملوا شوية، في اوقات كنت بفتكر ان الكاميرا مقفولة، ولكن الكاميرا مش مقفولة، الكاميرا مفتوحة. الكاميرا مفتوحة فبتصور اي حاجة، وانا مش عارفة اجيبها ازاي. يعني دوت المفروض بطليموس، ده تمثال راس بطليموس. عاملين الإضاءات هناك حلوة جدا، عاملين المتحف دورين، دي فسيفساء. معظم الحاجات هناك اللي هي الفسيفساء ديت، واسم اسمها موجود. المفروض ان انا كنت ابقى عارفة اقرا الحاجة، طبعا بقراها هناك، لكن بفتكر الكاميرا هتبقى مقربة. انا فوجئت بحاجات هناك تحفة تحفة بجد، والله العظيم يا جماعة بجد روحوا من غير تصوير بقى. يعني انا التصوير كان شاغلني شوية، ولكن ده فساء برضو اهي في الأرضية. والتمثال ده تمثال أم، وجنبها ابنها اهو، بس هي راسها طبعا يا عيني راحت وإيديها راحت.
تمام، مجموعة نحتية لأم وابنها. فبيقولك ان الولد من تسريحة شعره باين ان هو حد يعني من الأثرياء، يعني من الأسر الثرية يعني. والمفروض ان هو في المدارس الجيمانيزيوم، هم المدارس بتاعتهم كان اسمها جيمانيزيوم، دي برضو أم وبنتها. طبعا هناك انتوا مش هتلاقوا حاجات فيها فراعنة وتماثيل فراعنة والكلام ده، لا 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 خالص. يعني معظمها، مش معظمها، دي كلها رومانية ويونانية وبطالمة وبيزنطية، يعني عارفين جو تاني، بجد جو تاني. تشم الريحة اساسا، طبعا هو ممنوع ان انتي تقربي ناحية الحاجة، ولكن تشم الريحة. يعني ده جزء من جدار مرسوم عليه غالبا حياة الفلاح، ومقسمين الحياة اليومية والحياة الدينية والحياة العملية والثقافة. بصراحة شغل عالي. ريحة الحيط ده، الحيطة دي كانت المفروض طائر القلبة، وقالوا ان هم لقوا الحيطة اللي فاتت ديت في الورديان عندنا. احلى حاجه ان انت طول ما انت ماشي، او طول ما انت ماشيه، او طول ما انت ماشي بتقرا في اللوحات، تلاقي معلومات ان مثلا لقوا الحاجه دي بصوا مبخره يعني فيها فحم اهي، ودي الاواني بتاعتهم. حاجه تحفه، حاجه تحفه. طول ما انت ماشي تلاقي مثلا ايه، كان في تمثال موجود بيقول لك في تقاطع شارع فؤاد والبطالسه في اسكندريه. تمثال تاني مش عارف هتلاقيه في الورديان. حته من مقبره لقيناها في الورديان. في الشاطبي، في ابو قير، في حاجات في المنيا، في سوهاج. لو تشوفوا النوعية بتاعة الأطباق تحفة، شكلها جميل جدا. يعني احنا دلوقتي حاليا في ناس كتير يعني الأواني اللي زي دي بتتباع بمبلغ وقدره، يعني الحاجات دي كان على أصولها. الألوان كانت عجباني قوي، طريقة يعني بصوا هنا حاطينها في طوب أحمر وطوب حراري ومصورينها ازاي، وحاطين السبوت الضوء ازاي. عشان كده هم هناك محذرين من استخدام الفلاش. ليه؟ لأن هم عاملين جو للمتحف، جو لذيذ، اللي هو عارفين ايه ده جزء من تمثال اللي هو ماسك ايده، ماسك قبضة يعني غالبا اللي هي بتاعت كرة الرمي او حاجة زي كده. فروحي يعني او روح يعني، بجد والله العظيم انا فوجئت بالجو، بالشكل. عاملين دورين ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. يعني بصوا التمثال ده تحفة، ده واحد المفروض، او تمثال مقاتل او قائد حاجة زي كده، ماسك سيف في ايده، وماسك مش عارف درع الايه. لا لا شغل عالي. في حاجات منها انا كنت فاكراها من ايام ما كنت باجي، يعني لما كان اخويا بياخدني معاه كانت في حاجات كتير انا كنت شايفاها وعارفاها. عايزاكم تعملوا لايك واشتراك اكيد، لان انا لسه هنزل بقية حاجات في المتحف هتفوجئوا بيها. يعني في تماثيل مفروض ان هي كانت تحت الارض في المية ولا ايه، في البحر، وفي شاشات عرض تبين طلعوا الحاجة دي ازاي، وفي بيوت رومانية، وفي معابد عاملينها حاطينها. فتابعوا القناة لو حبيتوا تشوفوا الجمال اللي جاي. انا علشان خاطر الفيديو هيبقى كتير جدا 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 عليكم، فانا اضطريت ان انا اقطعه الى 4 اجزاء. اتمنى ان انا اشوفكم على خير. يلا باي باي.